أول تتويج قاري إذن للجزائر كان يجب بانتظار 22 سنة على أول مشاركة جزائرية في كأس إفريقيا سنة 68 في دورة أديس أبابا بإثيوبيا الخضور بقيادة رابح ماجر والمدرب عبد الحميد كرمالي. لم يفوت هذه الفرصة الجزائر لدخول سجل المتوجين، وربيع سنة 90 كان ورديا ب5 انتصارات بطريقة والأداء في لقائه الأول أمام نيجيريا، ووصل على نفس الرتم إلى آخر المطاف وتوج بالكأس. 37 من الشوط الأول، هدف مقابل 0 لصالح الفريق الجزائري، هدف لربما راح يحرر عناصر الفريق الوطني في هذا اللقاء. الفريق الوطني إذا أراد أن يفوز باللقاء ينبغي من تكثيف الهجمات خاصة عن الجناح الأيمن والجناح الأيسر. وكالتريس من جوز موريس، الهدف الثاني من مجال مخالفة من حوالي 20 متر مباشرة إباغة الحارس ألوي. 2 مقابل 0 وفرحة كبيرة عند الجمهور. مجال وأمامه كل من مناد، وكذلك مناد وجه لوجه مع الحارس، مناد والهدف الثالث، ماجر مناد ومناد يسجل هذا الهدف الثالث. 3-0 لصالح الفريق الوطني، وهكذا الفريق الوطني يأخذ بالثأر. 3-0 بالنسبة لنيجيريا. كان من اللاعبين الممتازين في وسط. شوف اللقطة ومناد، لا مناد والهدف الرابع، يا سلام، ممتاز. وهكذا كرمالي يتمكن من تشكيل فريق متكامل، كرمالي وكذلك فرقاني وكذلك سعدي، كل هذا وبدون ما ننسى عبد الوهاب ايضا. الهدف ما كانش منتظر بدون شك بهذا اللقاء، راح يفوز بدون شك بهذا اللقاء. فريق الوطني سجل 5 أهداف كامله. شريف الوزاني في اتجاه صيب ماجر مليحه لورا ناحيه مناد ماجر مناد مليحه مناد، والهدف الاول ممتازه من مناد، واول هدف رائع اللقطه ماجر مناد، واول هدف لصالح المنتخب الوطني، الهدف اللي راح يحرر عناصر المنتخب الوطني في هذا الشوط الاول. الدقيقه 25 واول هدف من مناد بعد لقطه 1-2 مناد 1-2 مع ماجر ومناد ايضا كل روعه يضيف الهدف، يسجل الهدف الاول بقوه وبروعه مناد. اخرج يا مغاريا مليحه من مناد في اتجاه وجاني وشريف الوزاني على الجهه اليمنى، مليحه. شوف خروج سريع من شريف الوزاني، ماجر يفشل الوزاني، مليحه شريف الوزاني يدخل منطقه العمليات يخطف، والهدف الثاني، روعه الهدف الثاني، ممتاز شريف الوزاني، خرج بسرعه كبيره والتحق بالكره ومرر الكره ماجر يرجع لكورته. وهكذا عناصر الفريق الوطني ترد الجميل للجمهور الغفير، ترد الجميل ل 80,000 متفرج. مناد على الجهه اليمنى في اتجاه ماجر، مليحه ماجر يدخل منطقه العمليات، فتحه من ماجر، جاني هدف ثالث، يا سلام، روعه هدف ثالث. وكأن الجمهور كان ينتظر بهذه الأهداف، والهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني. تبقى الكرة الجزائرية. عماني محاولة فردية، عماني ممتازة والجمهور يصفق، ممتازة. شوف إعادة من عماني، شوف حقيقة ممتازة من عماني. رائع، انطلاقة أخرى راح مع الجهة اليسرى، انطلاقة مناد ثم صيب الفوز. هدف ثاني بالنسبة لفريقنا الوطني. شوف الفرحة، فرحة كبيرة عند فريقنا الوطني. شوف الفرحة والطريقة، خاصة طريقة تسجيل الهدف الثاني والجمهور يتحرك. شوف الإعادة والكيفية، شوف الإعادة، صايب بكل روعة يقذف هدف. في الدقيقة الثالثة هذه، الدقيقة الرابعة والهدف. جمهور حماس كبير بمدرجات ملعب 5 جويلية، وهدف لصالح فريقنا الوطني. شوف الإعادة والكيفية، كذلك كيفية تسجيل الهدف. مليحة من مناد، هداف البطولة، هداف فريقنا الوطني، 4 أهداف لصالح مناد، 4 أهداف وهدف
الكثير انه هذا الفريق يعتبر من الفرق البارزه في هذه المنافسه، وعوده قويه. جاني انطلاقه، وجه لوجه مع الحارس يضيع. فرصه لا تضيع. مناد ثم وجاني ثم مناد مره اخرى، بنت حامين مناد والهدف يضيع لانه عايد عبد الرحمن يلعب كمدافع ايمن ويسر فرصه والحارس تبقى الخطوره بالحلبه. ثم عماني يدعم الوسط الهجومي 4-3-3 يعني طريقه هجوميه لتسجيل اهداف وجاني. فتحه مليحه من وجاني، مجال تبقى الخطوره. عماني والهدف، هدف من عماني، من عماني والهدف. بالفعل فيه هدف للفريق الوطني الجزائري، في هذه الدقائق. 16 دقيقة رابع، النتيجة هدفين مقابل. شوف الإعادة، مجال ثم عماني والهدف الثالث لعماني. وينتظر اللقاء تومسون. يوم 16 مارس اللقاء النهائي أمام نيجيريا، والتتويج لأول مرة في تاريخ كأس إفريقيا للأمم لصالح فريقنا الوطني. عماني في اتجاه صايب وجاني قذفة قوية والهدف، قذفة قوية والهدف. وجاني حقيقة يسجل الهدف الأول، وجاني اللي في الحقيقة ما يبذلش مجهودات يظهر عليه انه يضيع كرات، لكن في كل مرة يخادع الحراس بقذفاته القوية. شفناه انه ضيع عدة كرات لكن سجل هدف ممتاز وفتح المجال للفريق الوطني. شوف الإعادة والقذفة القوية لمكان كأس إفريقيا 1990. تجنيد من أجل تجديد الكرة الجزائرية واجبا نضاليا يتجاوز الرهان الرياضي. إنه كرة الكرامة التي يجب وضعها في شباك مدمري الكرة وشرف الألوان الوطنية. يا بلادي نبغي